صباح الخير. النهاردة عملت أسهل طريقة للبرجر في البيت وأسهل طريقة للسندوتشات. بصوا، هنا كان معايا كوباية من بتاعة الشاي ديت فول صويا. ونقعتها من قبليها بالليل. والصبح قمت عصرتها جامد من المية ونزلت عليها بربع كيلو لحمة وبهارات برجر. أنا جبت البهارات الجاهزة. تمام، هحط من البهارات الجاهزة دي معلقتين من البرجر، معلقتين صغيرين. وهنزل عليها بحبة ملح مش ياما عشان هي البهارات فيها ملح، ومعلقتين فيجيتار او دي المتاح عندكم حطوه. ماشي، وبعد كده هفضل اعجن فيها كويس قوي لحد ما فول الصويا يختفي في اللحمة. اللي عنده كبة يعمل الخطوة دي في الكبة، بس انا عملتها كده قدامكم علشان اللي ما عندهوش كبة يشوفني انا بعملها ازاي. هنا كنت خلاص عجنت اللحمة كويس جدا لحد ما فول الصويا اختفى فيها. هنزل بقى عليها بحبة زيت علشان ما تلزقش في ايديا. هقعد كده عشان ايه العجينة ما تلزقش في ايدي. ماشي، وهجيب طبق فل واكياس بلاستيك، كيسة بلاستيك اللي هي بتاعت التلاجة ديت. وهحطها في الأرضية بتاعت طبق الفل. بصوا بقى، هبدأ انا مش هعمله بمكبس. هبدأ ان انا امسك العجينة كده واكورها، يعني كور على حجم البرجر اللي احنا عايزينه. عايزين البرجرية كبيرة هنكور العجينة كبيرة، عايزينها صغيرة هنكورها صغيرة. تمام. هنكور العجينة وهنلمها من الجناب بايدينا عشان تطلع متساوية. انا هنا كنت عايزة البرجراية السمك بتاعها مش تخين قوي، يعني وسط كده، وعايزاها كبيرة علشان تملى في العيش الكايزر. خلي بالكوا الوصفة دي مش هيكش منكوا البرجر سنتي، يعني البرجر زي ما هتحطوه على الجريل او الطاسة هتشيلوه بنفس الحجم. عشان في ناس قالوا لي يا سلوى فول الصويا بيخلي البرجر يكش. فول الصويا يا جماعة والله مش بيخلي البرجر يكش خالص، لان دي مش اول مرة انا اعمله، وانتوا هتشوفوا معايا وانا بعمل السندوتشات. وربع اللحمة عليهم كوباية من فول الصويا المنقوع هيطلع لي 8 قطع برجر. تمام. على فكرة كيس البهارات ده انا جايباه ب3 جنيه، ربع فول الصويا ب10 جنيه. مش عارفة بصراحة اللحمة دلوقتي بكام عشان جوزي هو اللي بيجيبها بصراحة مش انا. فكله مش هيتكلف معاكوا زي بره، هيتكلف اقل. تمام، عمل معايا 8 قطع اهو. بصوا، 4، هنا كانت 6 والقعر اللي تحت ده 8، علشان كل جنب فيه 4. تمام. هحطه بقى في التلاجة او في الفريزر يتشمع. وهنا ده كده بعد ما طلعته من التلاجة، بصوا شكله عامل ازاي. ركزوا في الحجم، وركزوا في الحجم في الجريل بعد ما يطلع مش هيكش خالص. وطريقته سهلة جدا ومش هتاخد منكم وقت. اهم حاجة نعجن كويس اللحمة مع الفول الصويا لحد لما يختفي فول الصويا في اللحمة، وقبليها بيوم ننقع فول الصويا ونعصره كويس من المية قبل ما نحطه على اللحمة. تمام. هنا جبت حتة زبدة وحطيتها على الجريل. طبعا اللي عنده سمنة يحط عادي، يعني المتاح يستخدموه، ما بنقفش. هنزل فيها بالبرجر. ركزوا بقى في حجم البرجر ما بين ما كان لسه مستويش ولما اتحط على الجريل. تمام، هو الجريل عندي واسع هياخد ال8 قطع برجر كلهم. طبعا بقى كنت بحمر بطاطس، واحلى عشاء او احلى فطار لولادنا وهم رايحين المدارس. مثلا رايحين رحلة او مثلا رايحين في اي مشوار ومش عايزين تشتروا اكل من برا، سهل جدا هيتعملوه في 5 دقايق، مش هياخد منكم وقت. اهم حاجة بس تبقوا ناقعين من قبلها بيوم فول الصويا والصبح تعصروه كويس. انا باكد على الخطوة دي كذا مرة علشان فول الصويا منزلش مية في اللحمة ويخلي اللحمة تكش. اهو بصوا اللحمة ما كشتش مني خالص. هنزل بقى ببقية كمية البرجر. تمام. بصوا بقى وانا بقلبه، بصوا الحجم زي ما حطيته زي ما هشيله عشان انا عصرة الفول الصويا كويس. اهو هقلبه.
وهنا بقى في ايه خطوة كده بسيطة هنعملها في العيش الكايزر. هوريها لكم برضو، وان شاء الله بإذن الله اعمل العيش الكايزر في البيت، عشان برضو في كذا حد طلب مني طريقة الكايزر في البيت، هعملها وان شاء الله تعجبكم وبإذن الله البرجر برضو يعجبكم. هنا كان خلاص البرجر طلع. بصوا بقى حجم البرجر عامل ازاي. على فكرة اللي احنا بنجيبه من بره بيكش اكتر من كده بكتير، يعني هو ما كشش مني اصلا. بصوا حجمه زي ما بحطه زي ما بشيله. ودي كانت، بصوا بقى هنا بجيب العيش بفتحه 2 وبحطه كله في المكان البرجر في على الجريل، هيشرب من الزبدة اللي نزلت من الجريل وهياخد طعم البرجر. هيشرب اقصد من الزبدة اللي تشوح فيها البرجر، وهيشرب منها وهياخد طعم البرجر نفسه. دي خطوة جميلة جدا جدا بتخلي سندوتشات البرجر ليها طعم تاني اصلا. بصوا هنا كان خلاص العيش خلاص، هو اصلا ما بيكملش دقيقة على النار وبيطلع يعني يدوبك بيتشمع بس على الجريل. هنزل بقى في الأرضية بتاعت البرجر بالكاتشب والمايونيز. طبعا اللي عنده صوص جبنة عايز يضيف صوص جبنة او شرايح الجبنة اللي بتسيح ديت يضيفها عادي، بس انا اكتفيت بالكاتشب والمايونيز. تمام. هنا خلاص كده كنت خلصت كمية البرجر كلها. ووزعت بقى البرجر في الأرضية بتاعت السندوتشات، وكنت مقطعة شرايح طماطم وشرايح فلفل. بصوا بقى انا هقرب الاطباق كده عليا علشان تشوفوا شكل الساندوتش كويس. تمام. انا كنت هنا الطماطم خلاص وزعتها. هوزع بقى شرايح الفلفل على الساندوتشات وهقفل الساندوتشات على كده. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولولي في الكومنتات رأيكم فيها. ويا رب يا رب يا رب يعني دعوة حلوة كده منكم وانتوا بتجربوها لما تعجبكم. هنا بقى هغطي الساندوتشات وخلاص كده الاكل كان خلص. ده شكل سندوتشات بعد ما خلصت. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. يا رب تجربوها وتعجبكم.